طيب ايه الاكلات لو انا هحط نظام غذائي، ايه الاكلات اللي اركز عليها في اكلي علشان تزود هيموجلوبين الدم؟ اول حاجه اللحوم. الحديد من مصدر حيواني احسن كتير من مصدر نباتي، ودي هنقولها في البوينت اللي بعدها، ازاي اكل جسمي استفاد اكبر قدر من الحديد. يبقى الحديد من مصدر حيواني افضل كتير من مصدر نباتي. اللحوم الحمراء. طب لو انا شخص نباتي او بصوم صيام مسيحي، ايه الاكلات اللي اركز عليها وانا صايم عشان ازود هيموجلوبين الدم؟ السبانخ، الحمص، المشروم، العدس، الجرجير، التفاح، الشوكولاته الغامقه، طبعا الكبده، البتنجان. كل الاكلات دي مهمه جدا لما تيجي تحط اي نظام غذائي او اي اكل تعتمد عليه عشان تزود هيموجلوبين الدم. نقولهم تاني، لو من مصدر حيواني وده الافضل، الكبده نمبر 1 اهم حاجه، اللحوم الحمراء، بعد كده يجي الحمص، العدس، الجرجير، التفاح، السبانخ، البتنجان، المشروم. كل الاكلات دي بتعلي هيموجلوبين الدم. وكل صنف بيكون فيه نسبه تركيز عاليه للحديد، فاعلى حاجه موجود فيها الحديد في الكبده واللحوم الحمراء، بعد كده تيجي الاصناف الثانيه.